الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. في عام 1992 بدأ التفكير في إنشاء مستشفى كبير يقوم بتقديم الخدمات الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء في جمهورية مصر العربية، وكان الهدف أن تشتمل هذه المستشفى على كافة المجالات والتخصصات الطبية لتكون الوجهة الأساسية للمرضى في كل ربوع مصر من الدلتا إلى الصعيد. ومن هنا بدأ البحث عن مكان يتمتع بمساحة كبيرة وموقع متميز يمكن من بناء هذا الصرح الطبي المأمول. تم اختيار هذا الموقع العبقري والذي يقع على أطراف القاهرة امتداد شارع الثورة وبداية طريق السويس ليكون مقرا للمستشفى على مساحة ما يقارب 10,000 متر مربع، وكان اختيارا عبقريا حيث أخذ في الاعتبار المستقبل الواعد لهذا المكان المتميز، والذي قد وضح بالفعل لاحقا بنمو الامتداد العمراني ونشأة العديد من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والرحاب ومدينتي، مما يجعل المستشفى ملاذا سريعا وقريبا لسكان تلك المدن. بدأت رحلة بناء هذا الصرح العملاق والذي قد توفرت له منذ البداية مقومات النجاح من خلال توفير الموارد المالية والأجهزة الطبية والتصميم المثالي، والذي تم خلاله الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إجراء توسعات وإضافة خدمات طبية جديدة مستقبلا. تكاتفت الجهود وتشابكت الأيدي وتعانقت الأحلام وتعاونت القيادات والأفراد لتحقيق هذا الحلم، حتى ظهر هذا الصرح إلى النور في عام 1995 ليبدأ في تقديم خدماته الطبية المتميزة على أيدي طاقم طبي من كوكبة من الاستشاريين والأساتذة والأخصائيين المشهود لهم بالكفاءة العالية في كافة الفروع والتخصصات الطبية، هذا بالإضافة إلى توافر أطقم التمريض والإداريين والفنيين والذين تم انتقائهم بعناية فائقة ليشاركوا جميعا في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى المترددين على المستشفى. ظل المستشفى يخدم مرضاه على مدى سنوات طويلة تم خلالها التعامل مع الآلاف والآلاف من المرضى بأقسام المستشفى المختلفة من عيادات خارجية وطوارئ وعمليات وأقسام داخلية وتخصصية، وقد حصل خلالها على شهادة الأيزو 9001 عام 2008 كواحدة من أفضل المستشفيات المصرية المطبقة لسياسات الجودة في المجال الطبي. ولكن بمرور الوقت وبطبيعة الأشياء فقد أصاب المستشفى ما يصيب كافة الأبنية والمنشآت من مظاهر وآثار الزمن، وبدأت تظهر علامات الكبر على جسد هذا الكيان العملاق، وبدأ يعاني من ضعف الإمكانات والموارد المتاحة وتقادم الأجهزة والمعدات وعدم القدرة على تحديثها بالشكل الكافي لتتماشى مع تسارع وتيرة التطور في المجال الطبي. وقد ظهرت تداعيات هذا القدم جليا على تراجع مستوى الخدمات المقدمة، وكادت أن تخرج من مضمار السباق والتنافس مع مثيلاتها من المستشفيات الكبرى. ولكن شأنها شأن الكيانات العملاقة، فإنها تمرض ولا تموت،
وعاد لزاما وحتميا أن يتدخل أبناؤها ويتكاتفوا سويا ويتعاونوا على قلب رجل واحد لإنقاذ مستشفاهم العظيم وإنعاش قلبه وإعادته إلى الحياة. تم ضخ دماء شابة واعية ومستنيرة ومتحمسة أشعت الحماس وبثت روح الانتماء والولاء في أفراد منظومة العمل. كان هدفها الأسمى منذ اللحظة الأولى لتولي المسؤولية أن تعود المستشفى لسابق عهدها، بل لتتخطى هذا العهد بمسافات بعيدة. كان الهدف أن يشعر المريض أنه دائما في بؤرة الاهتمام والرعاية الشاملة من كافة أفراد طاقم العمل إلى أن ينعم الله عليه بالشفاء التام. وبدأت شرارة التطوير والتحديث وإعادة الدماء في شرايين المستشفى. بدأ علاج الجسد المريض خارجيا وداخليا. تم البدء في إصلاح وتطوير المستشفى من الخارج وإصباغه برداء جديد يليق بمكانته ليظهر في أبهى وأزهى صوره. تزامن معه علاج داخلي يسير بالتوازي، استحداث وحدات جديدة ومتطورة على أحدث المستويات الطبية، وحدة قسطرة القلب التشخيصية وما تحويه من أجهزة حديثة وأطقم طبية متدربة ومتميزة، هدفها التشخيص المبكر والعلاج الأمثل لمرضى القلب. وحدة أبحاث أمراض العيون ومجال الإبصار، والتي قد روعي فيها توافر أحدث الوسائل في علاج أمراض العيون وعيوب الإبصار. وحدة علاج الفيروسات الكبدية، والتي تم إنشاؤها بالمستشفى لمواجهة شبح الفيروسات الكبدية والعمل على القضاء عليها، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية ومشروعها القومي للقضاء على فيروس سي. وقد تم تزويد الوحدة بطاقم طبي وتمريضي وإداري على أعلى المستويات، وقد تم توفير الأدوية الأصلية لعلاج مرضى قطاع الكهرباء حتى ينعم الله عليهم بالشفاء التام. واستمرت عجلة التطوير في السير بوتيرة واثقة وسريعة، وها هو قسم من أهم وأكبر أقسام المستشفى الداخلية من حيث اشتمالها على العديد من الوحدات العلاجية، قسم الروز الرابع، والذي يضم بين جنباته أقسام البطنة والكبد والجهاز الهضمي والقلب والصدر. قد جاء عليه الدور ليشهد عملية التطوير، والتي بدأت في يناير هذا العام على أيدي أبناء المستشفى من مهندسين وفنيين وعمال مهرة، أخذوا على عاتقهم مسؤولية تحديث وتطوير هذا القسم الكبير على أحسن ما يكون، من خلال الدعم المالي والمعنوي والإشراف الكامل والمتابعة خطوة بخطوة من رئيس قطاع المستشفى، وبدعم كامل ومعاونة ومباركة من قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر. تم إجراء صيانة وتجديد شامل لكل شبر في القسم، من بنية تحتية، من أعمال سباكة وكهرباء ونجارة وحوائط وأسقف وأرضيات، صيانة وتجديد شامل لأساسات القسم من أسرة ودواليب وأجهزة ومعدات على أحدث ما يكون. تم فيها اتباع المعايير القياسية في تطوير المستشفيات. واستمر العمل الدؤوب بالقسم على مدى 3 شهور وبتكلفة إجمالية قاربت 700,000 جنيه، حتى تم الانتهاء من تطوير القسم تماما وأصبح متميزا ليليق باستقبال المرضى.
ويشتمل القسم على عدد 19 غرفة مقسمة بين أجنحة وغرف بدرجات مختلفة قد رُعي فيها التصميم طبقا للمواصفات القياسية. وتستمر شعلة التطوير في التوهج لتشمل باقي أقسام المستشفى، وتتواصل سلسلة الإنجازات من أجل تقديم خدمة طبية عالية المستوى من خلال تكاتف الجهود وتعاون كافة الأطراف، ليستمر هذا الصرح الطبي العملاق باكورة المستشفيات في مصرنا العزيزة. ختاما، تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل من بذل جهدا وعرقا من أجل دفع عجلة التطوير بقطاع المستشفى. قال الله تعالى: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق الله العظيم.